أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: أخيرا حمد لله على السلامة، اتحاد الكورة يستفيق من غيبوبته ويعلن عن تهنئة النادي الأهلي. أخيرا فاق اتحاد الكورة من الغيبوبة اللي كان عايش فيها وأعلن عن تهنئة النادي الأهلي بالصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا. ده طبعا جاء بعدما قام الاتحاد المغربي بتقديم التهنئة إلى نادي الوداد المغربي، فأصبح الآن اتحاد الكرة المصري في موقف لا يحسد عليه، موقف في قمة الإحراج. عشان كده على طول دلوقتي طلع على طول بيان بيهنئ الأهلي أخيرا على التأهل إلى نهائي أفريقيا. خبرنا الثاني: الأهلي ردا على كل ما يقال بشأن التعاقد مع لاعب الزمالك حمزة المسلوسي مجانا، كلام غير صحيح. نفى النادي الأهلي كل ما يقال بشأن التفاوض مع لاعب الزمالك حمزة المسلوسي لضمه مجانا في الموسم القادم بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك. أكد النادي الأهلي على أن المسلوسي خارج الحسابات الفنية تماما ولا توجد أي نية لضمه. خبرنا الثالث: تعرف على ما حدث في أول مران للنادي الأهلي يوم الأحد بعد العودة من الأجازة. استأنف النادي الأهلي تدريباته يوم الأحد وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية. اجتمع كولر مع سيد عبد الحفيظ قبل انطلاق المران للحديث عن الترتيبات للمرحلة القادمة. خاض اللاعبون جانب من التدريبات القوية في الجيم، بينما قاد كولر اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة بالكورة. وبعد كده اختتم المران بتقسيمة قوية وعمل محاضرة مع اللاعبين، محاضرة فنية تحدث فيها عن الأمور التكتيكية المتعلقة باللقاء القادم. خبرنا الرابع: استاد القاهرة يعلنها هننفذ كل طلبات النادي الأهلي من أجل مشاركته في دوري السوبر الأفريقي. أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة على أن الأهلي طلب بعض التعديلات على استاد القاهرة من أجل موافقة الكاف عليه للمشاركة في دوري السوبر الأفريقي، وهو ما أكده رئيس هيئة استاد القاهرة على أن الاستاد هينفذ كل طلبات النادي الأهلي لمساعدته في المشاركة في دوري السوبر. خبرنا الخامس: الصحافة الجنوب أفريقية بيرسي تاو الآن هو الذي يحمل علم جنوب أفريقيا في البطولة الأفريقية. أشارت الصحافة الجنوب أفريقية إلى توديع سان داونز على يد الوداد، وإنه حاليا أصبح بيرسي تاو نجم النادي الأهلي هو الممثل الوحيد لجنوب أفريقيا في بطولة دوري الأبطال، متمنيين له الفوز مع الأهلي بالبطولة.